أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ميد ذا جورو. حلقات اللي بنتكلم فيها عن موضوعات ليها علاقة بالعمارة وبالانتيريور ديزاين. والنهاردة معادنا مع الحلقة الثالثة من السلسلة الخاصة بتصميم المطابخ مع المهندسة المعمارية والانتيريور ديزاينر منى مجدي. ولما كنت شفت الحلقتين اللي فاتوا هسيب لك لينكات ليهم عشان تشوفهم ما يفوتكش حاجة وتقدر تكمل معانا باقي الحلقات. فيلا بينا نبدأ حلقتنا. أهلا بك يا منى معانا في الحلقة الثالثة. أهلا بيك يا أحمد. اتكلمنا في الحلقة التانية اللي لازم يا جماعة تروحوا تشوفوها عن أنواع المطابق سواء open أو closed أو semi open. واتكلمنا برضو عن اللي اوتس أو الأشكال الخاصة بالclosed kitchen. وقفنا عند النوع الأول اللي هو السنجل وول kitchen. فخلينا النهاردة نكمل باقي اللي اوتس مع المهندسة منى مجدي. اتفضل يا منى. بالظبط يا أحمد. النوع التاني معانا هو الجاليري كيتشن، وهنا بيكون برضو عرض المطبخ مش كبير ولكنه أكيد أكبر من الحالة الأولى. هنا بنصمم المطبخ بتاعنا على حدين متقابلتين ونراعي المسافة بينهم ما تقلش عن 120 سنتي زي الصورة دي، ودي في حالة إن الباب هيفتح من النص فهيبقى فيه مساحة للضلف تفتح فيها. والمقاسات دي يا أحمد هي المقاسات الستاندرد وفقا لأهم المراجع المعمارية نفرت. وفي حالة إن الباب سلايدنج أو مفيش ضلف على جنب الباب ممكن المسافة دي توصل ل90 سنتي أو 80 سنتي زي الصورة دي والصورة دي كمان. وهنا مثلث الحركة هيكون شكله كده. ودي مجموعة من صور بتوضح شكل الجاليري كيتشن. كده يا منى يبقى احنا اتكلمنا عن شكلين من اللي اوتس الخاصة بالكلوزد كيتشن، السنجل والجاليري. استخدامهم بيبقى في المطابخ اللي عرضها صغير نوعا ما. طيب لو مساحة المطبخ بتاعي أكبر شوية؟ ده هياخدنا يا أحمد للشكلين الجايين وهما ال L shaped وال U shaped kitchen. المطبخ ال L shaped بيبقى شكله زي كده، بتصمم المطبخ فيه على ضلعين متعامدين على بعض، ودي صور بتوضح ال L shaped kitchen. وهنا ناخد بالنا من ملاحظة مهمة، إن ال L shaped ممكن يبقى فيه مساحات مش كبيرة زي ما هو واضح في الصورتين دول. وفي الحالة إن مساحة المطبخ بتاعنا أكبر من كده ده هيدينا إمكانية إن نعمل ايلاند أو جزيرة. وايه هي الايلاند دي وامتى بنستخدمها وابعادها بتبقى ايه بالظبط؟ الايلاند دي عبارة عن جزء إضافي في المطبخ، بيكون في منتصف المطبخ أو على جانب من جوانب المطبخ، وبيتم استخدامها كمكان للتحضير أو مكان للأكل، أو يتحط فيها حوض ثانوي، وممكن برضو يتحط فيها بوتاجاز، وبيكون فيها وحدات سفلية للتخزين، وده شكل من أشكالها اللي بيكون فيها حوض. وممكن تبقى بس للتحضير والأكل زي البلان ده وزي الديزاين اللي قدامنا ده. طيب بالنسبة لأبعادها؟ بالنسبة لأبعاد الآيلاند بتختلف على حسب مساحة المطبخ، ولكن خلينا نقول إن الارتفاع بتاعها بيكون 90 سنتي، والمسافة بينها وبين وحدات المطبخ بتبقى 150 سنتي أو أكبر زي الصورة دي. وفي بعض الحالات اللي مش بيكون فيها وحدات تخزين ممكن المسافة دي تبقى 90 سنتي. تمام جدا. طيب بالنسبة ليو شيبد؟ نفس الفكرة، بيبقى عندنا يو شيبد بآيلاند أو من غير آيلاند على حسب المساحة زي ما قلنا. لو المساحة صغيرة مفيش آيلاند، ولو كبيرة ممكن يبقى فيه آيلاند. وده شكل البلان اليو شيبد من غير آيلاند، وده شكل مثلث الحركة اللي بيوضح توزيع العناصر الأساسية في تصميم المطبخ: التلاجة والحوض والبوتاجاز. ودي صور لليو شيبد كيتشن من غير آيلاند. وهنا ده شكل البلان اليو شيبد بآيلاند وبيوضح برضو مثلث الحركة. ودي صورة للمطبخ اليو شيبد بآيلاند. وكده نكون خلصنا أشكال المطابخ الخاصة بالكلوزد كيتشن. نبدأ بقى نتكلم عن المطابخ الأوبن. تمام يا أحمد. اللي اوتس للمطبخ الأوبن زي المطبخ الكلوزد بالظبط، بيزيد عليهم نوع واحد بس هنتكلم عنه. فأول نوع معانا هو السنجل وول كيتشن أو اللينير، اللي بيبقى حيطة واحدة ومفتوحة زي كده، وبرضه بيكون أكيد كل الأجهزة على ضلع واحد زي كده. ودي صورة بتوضح شكل السنجل وول كيتشن. وممكن يبقى L shaped kitchen، وده شكل البلان اللي بيوضح توزيعات الأجهزة عليه مع وجود آيلاند. ودي صور بتوضح ال L shaped kitchen.
ممكن برضو يبقى يو شيبد ويكون شكل البلان بتاعه زي كده مع توزيعة الأجهزة. وأخيرا بيبقى في نوع اسمه الجي شيبد كيتشن، وبيبقى شكل البلان بتاعه زي كده. وبنلاحظ هنا إن مفيش ايلاند في النص، لأن الايلاند أو البار بيكون جزء من اللي اوت للمطبخ. ودي صور لشكل الجي شيبد كيتشن. وبنهاية كلامنا عن مطابخ الأوبن يبقى احنا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت أيا كان المنصة اللي انت بتتابعنا عليها، وعشان تتأكد إن الحلقة الجاية توصلك أول ما تنزل. أشوفكوا على خير، سلام عليكم.